شقاوة ميجوز. السينما مبقتش محتوى للترفيه زي الأول. دلوقتي السينما بقى ليها تأثير أكبر على حياتنا ومجتمعنا. لو عايز توصل فكرة أو تسلط عليها الضوء ممكن تعمل عنها فيلم. السينما دلوقتي بتساهم في تعديل قوانين زي فيلم جعلوني مجرما، بطولة الفنان فريد شوقي، رشدي أباظة، وده سلطان، وإخراج المخرج عاطف سامي. فيلم اللي تسبب في إلغاء السابقة الأولى في الصحيفة الجنائية. وفي برضه فيلم أريد حنا للعظيمة فاتن حمامة اللي بيحتل المركز ال21 في ترتيب أفضل الأفلام السينما المصري، واللي تسبب في قانون الخلع. فأنت فاهم مدى تأثير السينما واصل لحد فين؟ وزي ما ده شيء أحيانا إيجابي أحيانا سلبي، زي موضوعنا النهاردة. التنمر من أبشع الأشياء اللي ممكن تدمر البني آدم وتغير حياته بشكل مرعب. فلما تخلي بطل الفيلم هو اللي يتنمر على سبيل ان ده افيه، الناس هتضحك، بس في طفل بيشوف البطل ده على انه قدوة مش هيفهم ان ده افيه وهيقلده في اي حاجه بيعملها. ايه؟ عايزه اجيب زبده دايت. زبده دايت؟ انت عايزه بقره دايت؟ جاتك نيله هضبه الاهرام عايشه معانا في البيت. مثلا احمد ادم في مسرحيه فيما يبدو سرق عبده، اللي بالمناسبه كان بيعمل دور رامز جلال في المسرحيه دي في فتره كان احمد السقا. نرجع لموضوعنا. في مشهد كامل في المسرحيه بس للاسف انا ما عرفتش اجيبه، للفنان احمد ادم وشخص تاني معاه في المشهد، شخص قصير في الطول، بس هو طول المشهد ما بيعملش حاجه ان هو يتنمر عليه، يقول له هات لي بوليس الاطفال، هات لي افيهات من النوع ده. انت فاهم قصدي؟ خد بقى من ده كتير في السينما بتاعتنا، لدرجه ان بقى في ممثلين بس بيمثلوا او بنجيبهم في الافلام عشان بس نتنمر عليهم، بغض النظر عن مدى موهبتهم. وفعلا بيبقوا فيهم ناس موهوبين وانا مش بعيب فيهم، بس دي الحقيقه، ده السياق اللي هم بيتحطوا فيه. حد مثلا زي ويزو اللي ما بتعملش اي حاجه غير ان تطلع في الافلام او المسلسلات يقولوا عليها انها تخينه، يتريقوا على وزنها، هي نفسها بترمي افيهات على نفسها. فده بالنسبه للمخرج والمنتج وبالنسبه لبعض المشاهدين ده عادي، لكن بالنسبه للطفل اللي بيروح المدرسه ويشوف حد من زميله مثلا مليان شويه يتنمر عليه، فبالنسبه له ده عادي. انتوا بتزعلوا ليه؟ ما بيحصل كده في الافلام ومحدش بيتكلم، وانا واحد من الناس اللي كان بيتعرض للتنمر لما كان وزني زايد. وعندك مثلا ممثله لما خست بطلت تشتغل اصلا، زي الفنانه نور السباعي اللي كانت في فتره الالفينات اكتر ممثله الممثلين بيجيبوها علشان نتنمر على وزنها، وده بحد ذاته شيء مدمر جدا، بس هي بالنسبه لها كان شغلها، لدرجه ان هي لما خست مبقاش حد يجيبها في شغلها. يعني مثلا عندك خد الافيه ده. اتفضلي، معايا كشك من امريكا ما حصلش. اتفضلي اتفضلي، اهلا 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 اهلا. تنمر صريح، كشك في كشك امريكاني. طب حضرتك تقصد ايه غير ان ده تنمر؟ وبالنسبه للناس انا كنت بستغرب ان الناس بتعديه، مع اني انا نفسي كنت لما بشوفه بعديه، بس لما كبرت وحسيت بمرارة التنمر، لا، الموضوع مش عادي. وده اللي مطلع جيل دلوقتي مش سوي خالص ومتنمر. وعندك مثلا شيماء سيف اللي فعلا بحس انها موهوبه كوميديا وبتعرف تضحكني في مشاهد كتير، بس برضو الممثلين كانوا بيحطوها في ادوار واحده، انتي مليانه فاحنا هنتريق على وزنك، وده مش صح. هتقول لي يعني هو ده بيحصل في السينما بتاعتنا بس؟ اقول لك لا، وبيحصل في السينمات بره بس مش بنفس الوضع اللي عندك في الافلام بتاعتك. يعني احنا عندنا ممثلين مثلوا بس عشان التنمر، ومش عندك بس التنمر على اللي وزنهم تقيل بس، زي ما قلنا المشهد بتاع مسرحية فيما يبدو سرق عبده كان تنمر على القصيرين. هتقول لي يعني السينما بتاعتنا بس هي اللي بتعمل كده؟ لا طبعا، بره في من ده كتير. يعني مثلا فيلم هوم الون، في مشهد لكيفن كان بيشوف صورة عند أخوه وبيشوف فيها بنت المفروض شكلها مش حلو. هتقول لي أهو تنمر أهو، أقول لك صح، لكن لو دورت هتلاقي إن المخرج جاب ولد ولبسه بنت عشان ما يجيبش بنت ويجرح مشاعرها بجد. إحنا عندنا بيجيبوا لنا الشخص اللي عليه التنمر ونقول له العيب اللي فيه. أنا مش عايز أقولها بس هي ملهاش سياق غير إن أنت تجيب المعاق تقول له أنت معاق. هتقول لي عن الطفل هيدور يعرف ان ده ولد مش بنت؟ اقول لك معاك حق، بس هو في المشهد راح تنمر قال لها انت وحشه، راح اتكلم قال لها انت وحشه، راح قال لزملائه البنت دي وحشه، هل وقف وتعرض لها؟ لا. لكن انت عندك انت بترمي التنمر في سياق مباشر مع الشخص، ده بيؤدي لحاجات مش كويسه خالص، زي مثلا الحادثه اللي حصلت في صربيا سنه 2023 لطالب عنده 13 سنة تعرض للتنمر من زملائه، وهدد اللي بيتنمروا بالقتل هما والحارس بتاع المدرسة اللي دافع عنه، ما عدا واحد من الأشخاص اللي كانوا بيتنمروا عليه اعتذر له، وهو شاله فعلا من قائمة الأسماء اللي كان بيهددهم بالقتل، وقتل فعلا الناس اللي تنمروا عليه بالحارس بتاع المدرسة بالمدرس ما عدا الشخص اللي اعتذر له. ودلوقتي الشخص ده اسمه أكتر شخص محظوظ في صربيا. فأنت فاهم أنا بكلمك في المدى الكبير عامل إزاي؟ في بحث بيقول إن في 800 ألف حالة انتحار في السنة من جميع أنحاء العالم بسبب التنمر. فلازم نتعب شوية ونحسن من جودة الأفلام عشان ما نطلعش جيل متنمر. مثلا على سبيل المثال في مسلسل اسمه خلي بالك من زيزي وزوزو، مش متذكر الصراحة، اللي تناول بعض مشاكل التنمر.
تاني انا مش بقول ان كل الافلام المصريه فيها تنمر، بس للاسف معظم الافلام المشهوره والنجوم الكبيره كان ليها مشاهد تنمر وافلام فيها تنمر. فعشان كده لازم نركز عشان نطلع جيل سوي نفسيا وخالي من التنمر. وشكرا. فياريت تشرفني بدعمك وتقول لي رأيك في كومنت، ولو على اليوتيوب تشترك على القناة وما تنساش تفعل زر الجرس عشان فيه فيديوهات جاية كتير.